ما قبل الزمالك والجونة والأهلي وحرس الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزين نتكلم ما قبل الديربي، الماتشين البروفا اللي ما قبل الديربي. واللذيذ في الموضوع ان الماتشين للزمالك وللاهلي ماتشات يعتبر سهل، ماتشات يعتبر في المتناول. فالماتشين بنسبه كبيره بيتقال عليهم بروفا، مش بيتقال عليهم ماتشات قويه او انك داخل على حدث قوي قبل ماتش مثلا ديربي. فانت هيبقى عندك مشاكل، هتبقى عندك حاجات كتير. ممكن يحصل لك نتائج سلبيه تعمل لك كعبله في كل المشوار اللي انت ماشي فيه، لكن في الاخر هي ماتشات بتتحسب سهل. الزمالك باذن الله عنده الجونه. الزمالك الماتشات اللي فاتت بدا يكسب ثقه، كسب ماتش المصري كان ماتش صعب، كسب بعده الاسماعيلي فريق كبير، لكن هو للاسف مش موجود دلوقتي على الساحه، يعتبر النادي معدوم. كسب ماتش المصري باداء مميز قوي وبسيطره على جميع انحاء الملعب وبسيطره على اللقاء وافكار مدرب ولاعيبه مركزه. جه بعديها اما اكد ده في ماتش الاسماعيلي بافكار كتير، بافكار متكرره، بلعيبه مركزه تاني. وي 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 على النقيض الناحيه التانيه الاهلي، احنا هنتكلم عامه على الفرقتين رايح جاي عشان يعتبر بنتكلم برضو على البروفا ما قبل الديربي يعني. على النقيض بقى الناحيه التانيه الاهلي مستواه سيء، في اسوأ حتى الماتشات اللي عمل فيها نتائج ايجابيه ما كانش هو اللي عاملها، كان يعتبر حكام مساعدين ماتشين ورا بعض. طرد المفروض للشناوي ما اتطردش، الماتش اللي بعده ضربة جزاء على ياسر ابراهيم ما اتحسبتش. فعلى النقيض الاهلي سيء بشكل مش طبيعي. هنسيبنا بقى من النتيجه وبنتكلم على الاداء، سيبك من النتيجه وان الحكم هو اللي ادى الماتشات للاهلي، بس بنتكلم على الاداء. الاهلي سيء جدا، الاهلي ما عندوش اي حاجه. الزمالك الناحيه الثانيه بيقدم افكار وطرق وعنده لعيبه مركزه وعنده لعيبه عايزه تثبت شيء. كله بيقول ان لعيبه الزمالك قليله، كله بيقول ان لعيبه الزمالك دي لعيبه لسه اما نشوف هيعملوا ايه. لعيبه الزمالك اثبتت ان هي لعيبه كويسه، في لعيبه منهم جامده هتبقى جامده قدام. لسه الزمالك ما قدمش اللي يخلينا نقول ده في خلاص بقت لعيبه سوبر ولعيبه تاخد بطولات وي وي. لكن هو على الطريق ده. الاهلي رهان الاسماء، رهان ان انا اروح اجيب اسماء لمعه، اسماء في منها اسماء جت بنكيد بيها بعض، وده شغل طبعا مش شغل ادارات ومش شغل انديه كبيره، واشتغل على ان انا اروح اجيب اسماء اكيد بيها الناس واكيد بيها النادي المنافس، وابقى انا جايب اسماء تخض. طب فنيا في ارض الملعب، فنيا في ارض الملعب صفر. طب ليه صفر؟ هل صفر عشان الاسماء دي مثلا كدابين، او الاسماء دي ما كانتش مثلا قبل كده حاجه جامده؟ في كده وفي كده. عندك لعيب زي بن شرقي، لعيب منور قوي 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 في الزمالك، راح الاهلي راح جابه بيكيد بيه الزمالك، لكن هو راح يجيبه بعد ما بطل كوره، بعد ما حرفيا بطل كوره. حتى بن شرقي لو عنده لمحات عنده لمسات فهو مبطل كوره، هو جاي لك فاقد الشغف. بن شرقي من ساعه ما مشي من الزمالك، هو لما راح قطر وراح الامارات فهو بيلعب كده، بيلعب لم فلوس مع شويه حاجات حلوه بيطلعها وخلصت. تريزيجيه طبعا، تريزيجيه طول عمره كليشيه يعني، عموما مش تمام. زيزو لعيب دخل في ضغط نفسي مش طبيعي. مش عايزين بقى نتكلم ونتطرق في الحاجات دي اكتر من نتطرق في الماتشات اللي جايه. الماتشات اللي جايه الزمالك اعتقد الآفة اللي كانت عنده في ماتش الاسماعيلي ولازم يشتغل عليها، آفة الرعونة. الزمالك كان عنده رعونة بشكل مش طبيعي، كان عنده رعونة في تخليص الفرص، في الاستحواذ على اللعب. انت مستحوذ على اللعب لكن في بطء، في ثقة، في ساعات ثقة تخليك تجيب مكسب مرتاح ومكسب انت واثق فيه. لكن الزمالك كان عنده ثقة تخليك ليه انت عايز تشككنا؟ ليه انت ماتش سهل، ليه ماتش مرتاح تخش تبقى عندك في الثقة اللي هي بتقلب ساعات بغرور عند بعض اللعيبة؟ خد بالك خوان الفينا مضيع كور سهل قوي واللعيب كان كويس في الماتش، لكن الشوط التاني اختفى. هو بدأ يفكر في ان انا
اعمل حركه، اعمل بتاع اداء لعيبه الاسماعيلي، اخد الكوره في حته ميته واقوم رايح هناك افضل اديهم ظهري وبتاع واضايقهم. ساعات بتبقى الحاجات دي مفيده، وساعات بتقلب عليك برعونه. الماتش ده قلبت عليك برعونه. الماتش ده انت كنت فيه عالي قوي وكنت تقدر تقدم حاجه جامده قوي، قلبت عليك برعونه. فاحنا عايزين في ماتش البروفا، ماتش البروفا اللي جاي، ناخد بالنا قوي من الحاجات دي، عشان ده هيتطبق في ماتش الاهلي بعدين، وعشان ده ماتش ب3 بونت. لازم ما تنساش دي، ده ماتش ب3 بونت زي ماتش الاهلي. انت في الاخر اهلي، جونه، انبي، اي حد انت هتلعبه، هم 3 بونت على الورق. رحت كسبت الاهلي وخسرت من الجونه فانت ما عملتش حاجه. رحت اتعادلت مع الجونه وكسبت الاهلي برضه انت ما عملتش حاجه. انت عايز تفضل متصدر، عايز ما يتسربلكش الشك في ماتش الجونه اللي هو يعتبر ماتش بروفا. فانت لو اتسرب لك الشك بتعادل او باداء سيء، او دخل فيك، او حتى لو كسبت بس دخل فيك جونين، مثلا كسبت 3-2 او 4-2، فده كله تسريب للشك، فانت مش عايز ده. فده ازاي هتبعده؟ بانك تنزل الماتش انت عايز ال3 بونت، انت نازل بجد. عندك غيابات بسبب ان انت كنت في لعيبه انت كنت مغيبه قاصد عشان تريحها الماتش الاهلي، لكن انا هنزل الماتش ده اكسبه. ما هو انا في الاخر هم على الورق 3 بونت، هيجوا في اخر الدوري انت بتجمع تاخد دوري، فلما تيجي تخسر الدوري وتكسب ماتش انت ما استفدتش حاجه. فانت عندك نقطه الرعونه دي، لازم الماتش الجاي المدرب ياكلهم علق عليها. اللي هو وانا عتابي على المدرب اللي انا مبسوط بيه ومبسوط بفكره ومبسوط بان هو مدرب مرن بيحل مشاكله. كنت متضايق ان هو لما حس ان لعيبته بدات تتدلع في الملعب ما اداهمش بالكرباج. في اسباب كتير ممكن انا ما كنتش واخد بالي منها، ممكن يكون الراجل اتكلم على ده انا ما اعرفش، بس انا كنت عايز اشوف ده اكتر. الناحيه الثانيه الاهلي من سيء لاسوء. الاهلي كسب ماتش، بعيدا مش هقول كسب عشان هو يعتبر ما كسبش، كان في فضائح تحكيميه، لكن هو لو على الورق كسب فهو كسب بدون اداء. حتى لو هتاخد بالك من الناس اللي بتحلل الكوره، الناس اللي بتحلل الكوره بجد قالت لك مفيش اداء، مفيش حاجه اتقدمت. الاهلي بيلعب مع عماد النحاس بفكره 4-1 4-1، احنا هنضغط عالي، هنضغط بشراسه مش طبيعيه. طب ماذا بعد؟ انت بتضغط، ده شغل حسام حسن اللي هو انت شراسه ضغط بس بدون فكر. الاهلي الماتش اللي فات كان بيتخرج عليه بالكره سهل، انت بتضغط بتضغط بتضغط، لكن كده كده بيتخرج عليك بالكره عادي جدا. يعني انت ما بتعملش اللي يخلي لما انت تضغط تغلط خالص. فالاهلي انت الماتش اللي جاي هنتفرج هنشوف ثغراته ايه وايه اللي مكمل عنده في الاخطاء، لكن انت العام ان الاهلي الغلطات اللي عنده متكرره وانت لازم تلعب عليها. زي ايه؟ الاهلي عنده خط دفاع كارثي. خط دفاع عندك ياسر ابراهيم، عندك اي حد يلعب جنبه لعيبه قليله، اصلا هم لعيبه قليله. محمد هاني ثغره، محمد هاني ثغره. محمد هاني هيلعب على مثلا شيكو بنزا، الناحيه الثانيه هيلعب ايا كان. الاهلي ما عندوش باك شمال اصلا، حتى الباك الشمال اللي راح جابه لعيب صغير واتصاب، فهيلعب كده كده بلعيب ترقيع. هيلعب عليه الفينا، لعيب جبار. فانت هتستغل، انت لازم تستغل ده. انت ما ينفعش في ماتشات انت لازم تسيب فيها الكوره، وانا من الناس اللي في ماتشات ببقى مرجح اننا نسيب الكوره، لكن الماتش اللي جاي ده مش ده الماتش بتاع كده. انت استحوذ على اللعب، عندك الادوات اللي تقدر تنفذ ده. فانت هتشوف الاهلي في ماتش الحرس وهتشوف افكاره، هل اتضاف شيء؟ اعتقد مش هيتضاف شيء. فانت اعتقد ان انت لازم تلعب الماتش الجاي على ان انت ما يكونش عندك اصابات، لعيبه ما تطردش عشان الماتش اللي بعده تاخد ال3 بونت، عندك قوه بدنيه في الماتش وتوري ان الماتش اللي بعده انا نازل عايز اكسب. انت الماتش اللي جاي هو حرفيا زي ما هو 3 بونت ولازم تكسبه، هو بروفه قويه قوي ان انت لازم توري الناس انا مش جاي اهزر، انا جاي اكسب الجونه سكور، عشان الماتش اللي بعده انا رايح العب، انا بلعب على دوري. انا مش رايح العب الاهلي بس، مش رايح العب الجونه بس، مش بكسب ماتشين 3 بس، مش باخد ثقه بس، انا رايح اخد دوري. تاخد دوري ازاي؟ بالماتشين بتوع عنق الزجاجه اللي هم اللي جايين دول، الجونه والاهلي. ان انا بكسب الجونه سكور او بلعب عليه ماتش باداء كله حماس وكله رجوله وكله شغل تكتيكي وفني، ورايح العب الاهلي انا بموت نفسي، انا عايز اكسب دوري. الاهلي عنده اخطاء كتير وعنده مشاكل كتير في الفرقه، استغل ده. الاهلي ما عندوش مهاجم. الاهلي راح يلعب الحرس وهو
مهاجم ضايع، خط دفاع ضايع، لعيبه نص ملعب مش موجوده. الاهلي بيلعب، حتى الماتش اللي فات لعب على شويه حماس لكن بدون فكر. الاهلي الماتش الجاي هيظهر عنده اخطاء. الاهلي الماتش الجاي حتى لو كسب 2 أو 3، لان فريق الحرس فريق تعبان شويتين، اوعى تخاف او تتخض ان الاهلي كده هيقدم حاجه. لا، الاهلي مش هيقدم حاجه، او الاهلي ما اتطورش في حاجه. ممكن يجي في ماتش الزمالك، طبعا الماتشات دي بيبقى ليها حسابات مختلفه. ليه؟ لان الماتشات دي بيبقى فيها جماهير بقى، وفيها شحن بدني، وفيها شحن نفسي، وفيها شحن كل حاجه، وتركيز مختلف فالاهلي هيجي لك الماتش بتاعك مختلف كده كده 100%، يعني 100%. زي ماتشات بيراميدز، الماتشات اللي هي بتتصنف كبيره، زي ماتشات قبل نهائي او نهائي بطوله افريقيه مثلا. حتى لو انت رايح تلعب فريق ضعيف، بس هو بيكون مشحون شحن مختلف، مش هيلعبك بالاداء العادي بتاعه، مش هيلعبك بالفني الطبيعي بتاعه. فانت لازم تتفرج على ماتش الحرس وتذاكره كويس عشان تلعب على نقاط ضعف النادي الاهلي. الاهلي الوينج اليمين مش موجود، زيزو مصاب، بيلعب طاهر محمد طاهر، لعيب سيء 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 سيء، ده ثغره لازم تستغلها. الناحيه الثانيه بيلعب بن شرقي وتريزيجيه، بيلعب الاثنين مع بعض، بدا ياخر تريزيجيه. الفكره يعني لو حاجه عملها فهو اخر تريزيجيه شويه ولعب بن شرقي فوقيه. انا مش قادر اقول ان دي فكره، لان الماتش اللي فات انت كنت سهل جدا في ماتش سيراميكا تسدها، لكن هو كان سايبها مفتوحه ليه؟ انا برضه مش عارف. المهم ان هو بقى يميل على المكان ده بتريزيجيه وبن شرقي. تريزيجيه بيقدم مستويات اسوأ منها مش هتلاقي في تاريخ الكوره عموما، لكن لعيب عنده ورك ريت عالي بشكل، لعيب مجهوده جبار. بن شرقي لعيب فنان، تريزيجيه لعيب مجهود، هو اصلا اللي نقل اللعبه الغلط. يعني تريزيجيه اصلا مش لعيب كوره، هو فنياته لعيب ضعيف جدا، نقل اللعبه الغلط. لعيب ممكن يلعب 4-5 ماتشات كل يوم ولا يفرق معاه، قوه بدنيه وتحمل بدني مش طبيعي، لكن ماذا بعد؟ ما بيقدمش شيء. فانت الاهلي هيلعب على الجنب ده اللي هو فيه مين؟ عمر جابر، مش عارف هيلحق الماتش ولا لا، ولو ما لحقوش هتبقى، انا مش مرجح اللعيب اللي هو الافريقي اللي احنا جبناه يلعب ماتش الاهلي. انا شايف ان هو ممكن يلعب الماتش اللي جاي كتجربه، انا ما شفتوش، ممكن يطلع لعيب جامد ويبهرنا كلنا زي لعيبه دخلت ماتشات الاهلي والزمالك، دخلت فجاه ابهرتنا. بس انا مش عايز اخد الريسك ده، انا من نفسي مش عايز اخد الريسك ده. انا ممكن العب بلعيب مدافع عادي والعبه في الجنب ده، وكده كده الزمالك بدا يلعب بالطريقه دي، اللي هو بدل ما الاول كان بيرجع عبد الله او بيرجع دونجا وسط الاثنين مدافعين ويبقوا 3 ورا بعد كده تطلع بالهجمه، هو بقى يعكسها، بقى يسيب الناس دي فوق عشان يبقى عندي قوه في نص الملعب وفي العمق فوق، وبدا يخلي عمر جابر جنب الاثنين مدافعين، والباك الشمال هو اللي بيطلع فوق اللي هو بنتاج، بيطلع هو بيزيد مع الناس. فانا شايف ان انا ممكن ازودها والعب بمدافع وافضل شغال بنفس الفكره، واطبق ده الماتش اللي جاي بتاع الجونه كبروفا. كده كده الفكره كويسه واثبتت نجاحها في ماتش الاسماعيلي، واكمل على ده واكد الفكره والعبها في ماتش الجونه، تركيز عليه بقى في ماتش الاهلي. لان انا مثلا ما عنديش عمر جابر، فانا مش عايز اضطر اجرب واغامر باللعيب الافريقي الجديد، فانا ممكن العب بمدافع ونجرب الافكار. فده دردشه عن اللي بيحصل وعن الماتشين. انا من وجهه نظري ان شاء الله ماتش الجونه هيكون ماتش دفاعيا، الجونه رخم، هيبقى ماتش شبه المقاولين شويه، المقاولين اللي احنا تعادلناه، لكن انت تعدي بقى بذكاء زي ما قدرت تعدي ماتشات بعد كده، تعدي بذكاء. انا عندي النقطه بس بتاعت ادم كايد، لان انا ادم كايد انا بحبه، معرفش ليه، انا مقتنع بيه، عنده مشاكل، لكن اعتقد ان هي مشاكل تاقلم مع مشاكل ان هو لسه مش قادر يركب جوه الفرقه، مش مشاكل ان هو لعيب سيء، هو مش لعيب سيء، يعني انا من وجهه نظري هو مش لعيب سيء، لكن هو لعيب لسه مركبش. ادم كايد ليه طرق لعب، في لعيبه كده هو ممكن مع طريقه لعب تلاقيه اسوأ لعيب في الدنيا، مع طريقه لعب تلاقيه احسن لعيب في الدنيا. فاعتقد ان ادم كايد هو ليه طرق لعب، ليه اشكال هو هيظهر فيها جامد، فانا مستني ان شاء الله ادم كايد يعني اللي جاي هيتظبط له ظبطه في الملعب، هيديك فيها كوره جامده ان شاء الله. ماتش الجونه نكسب، ماتش الجونه ده اهم حاجه، ده قبل اي حاجه نكسب ماتش الجونه.
لان ده ماتش ال3 بونت تاني، بقول تاني ماتش ال3 بونت زي اي ماتش. تكسب وتاكد ان انت جاي تنافس، وتكسب بشكل منطقي وشكل محترم، تكسب بشكل حتى مش شرط اللي هو انت بتلعب سكسي فوتبول، بس بشكل في قوه تاكد للناس اللي انت جاي تنافس، انا مش جاي اهرج. ان شاء الله لو حصل تعثر للاهلي تبقى فايده لينا برضه، فايده لبيراميدز. بيراميدز يلعب على المركز الثاني عشان يبقى الدوري حتى شكله نظيف ويبقى فيه منافسه شريفه، لان الاهلي لو خرج من المنافسه اعتقد ان الحكام هتسيبه خلاص بقى، هو كده كده خرج من المنافسه، لان هم قاعدين بيساعدوه بطريقه فجه يعني. فان شاء الله لو حصل تعثر يبقى حاجه مفيده جدا لينا، الاهلي يتعثر مع الحرس، واعتقد ده مش هيحصل يعني، واحنا نكسب ماتش الجونه، ونعمل بقى حلقه بعد الماتشين دول ان شاء الله فيها بقى دردشه كبيره عن ماتش الاهلي والزمالك وطرق اللعب، وايه نقاط القوه والضعف عند الاهلي ونقاط القوه والضعف عند الزمالك. سلام.